الاهلي بيتعادل 0-0 مع فرقه ميسي. لا، هي المفروض اسمها فرقه ميسي مش انتر ميامي. كلام جميل، كلام جميل. انت لو بص كده، لو بصيت حواليك هتلاقي ميسي والعواجيز بتوع برشلونه، سواريز بقى، بوسكيتس والناس اللي هي ايه، اللي هي خلصت بقى لها فتره دي. تمام. لكن ميسي بحجم ميسي، يعني شفنا اخر كورتين، يعني ده لسه هو ميسي. والحمد لله ان الشناوي طلع الكوره، كان هيبقى شكلنا وحش قوي. تمام. انا مش طالع اتكلم على اي حاجه، انا طالع اتكلم على حاجتين بس. الناس اللي عماله يعني عامله ضغط على تريزيجيه، وان في ايه يا جدعان؟ صباح الفل. ما هو يعني كان ممكن وسام يخش. مش هاقول لك ان تريزيجيه مش غلطان، تريزيجيه غلطان. كلام جميل. والمفروض ان هو ما يخشش يشوط، المفروض وسام او زيزو، ما علينا، او رقم واحد وسام. كان ممكن وسام يخش يضيعها، كان ممكن زيزو يخش يضيعها. ما زيزو ضيع مع المنتخب، وكانت اهم كوره لما كنا بنلعب السنغال. عادي جدا، دي اسمها ضربات الحظ. والجون كان متالق جدا جدا جدا. لكن ما ينفعش ان احنا يعني انت عارفين ان في ناس هم عايزين كده الضغط اللي على لعيبه الاهلي، وشايفين ان تريزيجيه يعني من احسن اللعيبه اللي كانوا في الماتش. طبعا مع احترامي لكل اللي موجودين، زائد بقى مروان اللي خلى ميسي فعلا اكنه ما طلعش من جيبه، ياسر ابراهيم اللي كان شايل الدفاع شيل، والشناوي اللي انا ساعات باتضايق منه جدا جدا، لا شايل كام كوره وكان بصراحه متالق في الماتش. مش ده الشناوي اللي احنا عارفينه خالص. فلا، احنا يا جماعه الاهلي حسسك ان انت بتلاعب فرقه عاديه جدا جدا جدا. مش معنى كده ان احنا نضغط على اللعيبه. هو في واحد اللي المفروض فعلا يتضغط عليه، لان مش مصدقين ان ده مستواه، ولا مصدقين ان هو ده لعبه، ولا هو ده. يعني مش لحد الان احنا مش عارفين ده مين. حسين الشحات. مين ده؟ احنا مش عارفين ايه اللي حصل، الله اعلم. ازاي اخر كره دي مش قادر يباصيها؟ ولما نزل انا كنت واحد من الناس عمال اقول حسين الشحات هي دي مطيشته، هي دي اللي هينزل بقى يدغدغ الدنيا وهيشوط وهيلم وهيلعب بص يعني هيكسر الدنيا. نزل ويا ريته ما كان نزل. طب تمام. المهم، الاهلي اللي كل سنه في كاس عالم للانديه، مش ده الهجوم اللي احنا نهاجم عليه. مش يعني الاهلي حاسسك انه بيلعب فرقه عاديه جدا جدا جدا. الشوط الاولاني كان المفروض نطلع 2 3-0 لولا الجون متالق. يعني لا، لا يا جماعه. يعني في فرق يعني نفس يعني الكونفدراليه، يعني هي مش يعني طلعوا من فرقه لحد الان هم مش عارفين اسمها ايه. مش عارفين اسمها ايه. وبعدين احنا ما كناش بنلاعب احمد عادل ميسي بتاع الاتحاد، لا احنا كنا بنلاعب ميسي. ميسي. انت متخيل يعني ايه ميسي؟ ان اي حد بيبقى فيه رهبه عند الراجل دوت. الحمد لله الاهلي حسسك ان هي فرقه عاديه خالص. ما حسسناش بخطوره ميسي. فلا، لا خلاص، ماتش وخلص. احنا مش هنشنق اللعيبه ولا هنموتهم. انا زعلان جدا جدا على امام عاشور، والف سلام عليك. وفي بوستات بشوفها كده بيدعوا على اللاعب ويتمنوا كمان زيزو يتصاب. ايه الكراهيه دي؟ انا مش قادر افهمها. بس المفروض الماتشين اللي جايين اصعب. المفروض نقف ورا فرقتنا. خلاص تريزيجيه نزل عليه عقوبه، خلص الكلام. المفروض بقى ابقى في ضهرهم واشجع، عشان الماتشين جايين مهمين جدا جدا، والفرقتين يتعادلوا والقصه ديت. فلازم اكون ورا فرقتي، ولازم ارفع روح معنويه تريزيجيه. خلاص خلصت ضربه جزاء وضاعت، كان ممكن يجيب مكانها بس الحمد لله. المهم، يعني هقول لك ايه، انت شفت ان بايرن ميونخ كسبت 10-0 اوكلاند سيتي اللي احنا بنكسبها بالعافيه، وساعات تعادل وساعات ضربات جزاء. 10-0. 10-0. يعني انت لك ان تتخيل ان انت لو فتحت قدام الفرق ديت ايه اللي هيحصل لك؟ ايه اللي هيحصل؟ انت هتشيل نتيجه كبيره زي ديت. ومع احترامي الفرقه لاي فرقه بقى اللي عمالين يتكلموا، والزملكاويه طب ما تروح يا عم توري نفسك، انت اصلا مش عارف تروح. صباح الفل. وبعدين احنا بنلاعب ميسي. انا بشكر الاهلي وبحب، يعني انا فعلا يوم بعد يوم بفتخر ان انا بشجع النادي ده، ان هو خلانا نشوف الفرق او اللعيبه اللي انا طول عمري بلعب بيها في البلاي ستيشن، بقيت اشوفها بتلاعب الاهلي، بتلاعب الفرقه بتاعتي. والفرقه بتاعتنا انا بشجعها، محسسني ان دي فرقه عاديه جدا جدا جدا. خلص الكلام. ونشوف يوم الخميس ان شاء الله الاهلي هيلعب مع بالميراس. وانا فعلا فخور بالنادي الاهلي. سلام.